القاضي شريح. مرة التقى القاضي شريح بصديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحا وكمالا، يعني يقصد صلاحا في دينها وكمالا في خلقها، يعني فقيهة متعلمة وجميلة. فصليت ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة الصالحة، فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري، فلما خلا البيت من الأهل والأحباب دنوت منها، فقالت لي: على رسلك يا أبا أمية، انتظر. وقامت فخطبت. ماذا قالت؟ قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه، وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قعدت. يعني القاضي شريح ليلة عرسه ما كان يفكر أن يلقي خطبة. قال: فألجأتني إلى أن أخطب. ارتجالية. قال: وقفت وقلت: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا، وأكره كذا وكذا. الآن دقيق: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا، وفي الحديث الشريف: زر غبا تزداد حبا. قالت: فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك، ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك. ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهنأ حال. قالت لي أمها: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. نستفيد من هذه القصة أن أي زواج إذا بني على طاعة الله يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما. وما من حديث شريف ينطبق على الزوجين المؤمنين كهذا الحديث: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما.